مش اي اثر ولا في الوراق ولا في امبابه. بلغنا اسم الزاويه وجاري البحث عنه. اكيد طبعا مش هيرجع الزاويه. محدش يرجع حتته بعد اللي عمله ده. العيال اللي اتمسكوا اتكلموا. بنحقق معاهم مش كلهم. في الحقيقه احنا معانا واحد بس منهم يعني. والله يا فندم احنا تعبنا جدا عشان نجيبه يعني، والواد ده يعتبر اهمهم على فكره، اسمه شبانه الشوبيري والدراع اليمين لخميس. كل المصايب اللي عملها خميس كان معاه فيها. السيد رحيم فين دلوقتي؟ مؤخرا تحركاته بقت غريبه، واثناء مراقبته لقيناه قاعد مع بنتين في كافيه. يا حبيبي يحب على روحه بعد اللي حصل له؟ لا يا فندم الموضوع مش كده. اتحرينا عنهم وعرفنا ان واحده منهم تبقى اخته، والبنت الثانيه دي اللي احنا مسكناها في بولاق. دي طلعت مرات اخوه. يبقى اكيد كده لسه بيدور عليه. اكيد طبعا يا فندم. وفي مشكله صغيره بس. قول يا باشا. رحيم هرب من مراقبه تاني. ما شاء الله، شغلكم عظيم عظيم، حاجه تشرف. فيها خالد بيه، راجع حساباتك، دور عليه. عينكم ما تتشالش عن حي الجماليه، اكيد هيظهر. امر معاليك. يلا بقى نخش نلعب مع الواد اللي اسمه شبانه ده، يمين شمال يمين شمال. يلا يا فندم. طب اشرب سيجاره يا فندم ولا لا سيجاره ايه؟ تدخين؟ مفيش تدخين، اتفضل حضرتك. مالك؟ تعبان او حاجه؟ لا أنا تمام يا باشا. ابعت اجيب لك حاجه من بره؟ هجيب لك حقنه هتريحك على الاخر. متشكر يا باشا، أنا كويس. طالما كويس وزي البومب، ما بتتكلمش ليه؟ وربنا يا باشا أنا قلت على كل اللي أعرفه. يعني ينفع وحش؟ انا اعرف عن خميس اكتر منك. على كده بقى انتوا مش اصحاب، وعلى كده انت مالكش لازمه معانا. مش انتوا كنتوا مع بعض في العمليه بتاعت كيلو 4.5 لما قلبتوا الواد بخاتي في البضاعه اللي كان لسه مستلمها وما لحقش يوزعها حتى؟ متهيألي برضو كنت مع خميس في حرق مخزن الخشب بتاع الحاج صلاح النادي اللي في اول مرتين من شهر. وعرفت يا عم انكم خدتوا لوكشة فلوس قد كده اهو من الحاج سيد النجار. هو كان متغاظ قوي من الحاج النادي عشان علم عليه في مناقصة التربية والتعليم. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا باشا. ما دام حصل يا باشا يبقى تتكلم، لانك لو ما اتكلمتش بدل ما هتشيل قضية واحدة هتشيل على كتفك الحلو ده شوال قضايا. يلا حبيبي قول 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 قول. سامع، يلا اتفضل.